اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله. صلى الله عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين من ذريتك وبنيك يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا سيد الشهداء يا مظلوم يا غريب كربلاء. نزلوا بحومة كربلاء فتطلبت منهم عوائدها النسور الطيور الحوم. وتباشر الوحش المثار أمامهم أن سوف يكثر شربه والمطعم. طمعت أمية حين قل عديدهم لطليقهم في الفتح أن يستسلموا ورجوا مذلتهم فقلن رماحهم من دون ذلك أن تنال الأنجم. حتى إذا اشتبك النزال وصرحت صيد الرجال بما تجن وتكتم وقع العذاب على جيوش أمية من باسل هو في الوقائع معلم. ما راعهم إلا تقحم ضيغم غيران يعجم لفظه ويدمدم. عبست وجوه القوم خوف الموت والعباس فيهم ضاحك متبسم. قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط يحصد في الرؤوس ويحطم. وثنى أبو الفضل الفوارس نكصا ورأوا أشد ثباتهم أن يهزموا. ما كر ذو بأس له متقدما إلا وفر ورأسه المتقدم. صبغ الخيول برمحه حتى اغتدى سيان أشقر لونها والأدهم. ما شد غضبانا على ملمومة إلا وحل بها البلاء المبرم. وله إلى الإقدام سرعة هارب
وكأنما هو بالتقدم يسلم بطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بني الضلالة ترغم يلقى السلاح بشدة من بأسه فالبيض تثلم والرماح تحطم عرف المواعظ لا تفيد بمعشر صموا عن النبأ العظيم كما عموا فانصاع يخطب بالجماجم والكلا فالسيف ينثر والمثقف ينظم أو تشتكي العطش الفواطم عنده وبصدر صعدته الفرات المفعم لو سد ذي القرنين دون وروده نسفته همته بما هو أعظم ولو استقى نهر المجرة لارتقى وطويل ذابله إليها سلم حامي الضعينة أين منه ربيعة أم أين من عليا أبيه مكدم في كفه اليسرى السقاء يقله وبكفه اليمنى الحسام المخدم قسما بصارمه الصقيل وإنني في غير صاعقة السماء لا أقسم لولا القضاء لمحى الوجود بسيفه والله يقضي ما يشاء ويحكم حسمت يديه المرهفات وإنه وحسامه من حده إن لأحسام فغدا يهم بأن يصول فلم يطيق كالليث إذا أظفاره تتقلم أمن الردى من كان يحذر بطشه أمن البغباث إذا أصيب القشعم فهوى بجنب القلقم فليته للشاربين يذاف فيه العلقام فمشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم ألفاه محجوب الجمال كأنه بدر بمنحطم الوشيج ملثام قد رام يلثمه فلم ير موضعا لم يدمه عض الحديد فيلثام فكب منحنيا عليه ودمه صبغ البسيط
ما هو عندم نادى وقد ملأ البوادي صيحة صم الصخور لحولها تتألم أو خي يهنيك النعيم ولما خيل ترضى بأن أرزى وأنت منعم أو خيما يحمي بنات محمد إن صرن يسترحمن ما أن لا يرحم طفح جوادا وقف يا أمه دم يسيل يقل يا أبو فاضل على أي حاطة الخير منه لباريها الحرام لا هود الليل وانا بعد ساعة على التربان لازم إنا لله وإنا إليه راجعون وعلى ظالمي أهل البيت لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. كان العباس بن أمير المؤمنين عليه السلام رجلا جميلا وسيما، وكان جسورا على الطعن والضرب في ميدان الكفاح والحرب. ومن المعلوم أن جميع أهل بيت الحسين الذين استشهدوا معه كانوا جميعهم في أعلى درجة الشهامة وأرفع مرتبة الشجاعة، إلا أن العباس عليه السلام كان له من قداحها المعلى، ورتبته أرفع وأعلى، منه يقتبس أنوارها ويقتطف ثمرها ونورها. وناهيك بمن كان ضلعا من أضلاع أشجع البرية ودوحة من الروضة العلوية وغصنا من أغصان الشجرة المباركة الزيتونة النورانية. أبوه أمير المؤمنين سيد البرية، وأخوه الحسين سيد أهل الإباء والحمية. ولا يقاس بشجاعته إلا شجاعة أبيه وأخيه. وقد ادخره أبوه أمير المؤمنين عليه السلام لينصر ولده الحسين عليه السلام بنفسه ويواسيه. لما أراد أن يتزوج دعا أخاه عقيلا
وكان نسابة يعني عارفا بأنساب العرب، فقال: يا أخي، أحب أن تخطب لي امرأة من بيت شرف وكرم وسؤدد وشجاعة، لكي أصيب منها ولدا يكون عونا وعضدا لأخيه الحسين بطف كربلاء. وسماه أمير المؤمنين عليه السلام، سماه بالعباس لعلمه بشجاعته وصولته وسطوته وعبوسته في مقاتلة الأعداء ومقابلة الخصماء. كانت الأعداء ترجف أبدانهم وترتعد مفاصلهم خوفا إذا برز إليهم العباس، لأنه قاتل مع أبيه في حروبه، فكان يجدل شجعان العرب. وفي يوم من الأيام قال بعض الثقات، وكان في حرب صفين، خرج شاب من عسكر أمير المؤمنين عليه السلام وعليه لثام لأن أمير المؤمنين عليه السلام خاف عليه من عيون الأعداء. العين هذه تصيب. الوش الذي خلى محمد بن حنفية يقعد عن نصرة الحسين؟ لأنه مريض، أصيب بنظرة. كان جالسا مع أخيه الحسين في مجلسه، فجيء إلى الحسين بدرع هدية، أهدوا إلى الحسين هذا الدرع فلبسه، ففضل عليه، يعني طال عليه بمقدار 4 أصابع. فأراد الحسين عليه السلام أن يبعث به إلى الحداد حتى يقصر منه، فقال محمد بن حنفية: ما يحتاج. أخذه محمد وسرده بيده، فرماه واحد من الناس اللي عيونهم حارة بعين نظرة، فشلت يداه. الله جل وعلا حكيم حتى يسقط عنه الجهاد، لأن المدينة كما سمعت تحتاج إلى من يكون فيها من العلماء يرجع إليه الناس. ومحمد بن حنفية كان أعلم أهل زمانه. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: إن في رأس ابني هذا لعلما لا تنزفه الدلاء. فتحتاج الناس إلى عالم، إلى فقيه يرجعون إليه، كما أن زين العابدين سلام الله عليه ابتلاه الله تعالى بالمرض حتى لا تبقى الأرض بلا حجة، بيد أن الإله عم البرايا بهبات من فضله وأيادي، بثمار العفاف عين المعالي، سيد الكائنات زين العباد، حيث لولا وجوده لأهيلت ولساخت وبرقعت بسوادي. فالله جل وعلا حكيم وبصير.
برز ذلك الشاب، لكن ظهرت عليه آثار الشجاعة والبسالة، فتقاعد أهل الشام عن محاربته، ما حد برز إليه. فدعا معاوية برجل كان يعد ب10,000 فارس، أشجع واحد، كان يعد هؤلاء لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب. قال له: وش تريد؟ قال: ابرز إلى هذا الصبي. قال له: أنا مثلي يعدون الناس بكذا وكذا 1000 فارس، أبرز إلى هذا الصبي، هو عيب علي أنا؟ إن قتلته فلا فخر لي، وإن قتلني فذلك العار. قال: إذا ما نصنع؟ أما ترى أهل الشام خائفين مرعوبين منه ولم يبرز إليه أحد، وش نسوي يعني؟ قال: إن لي 7 بنون، إن لي 7 بنين، أبعث إليه أصغرهم ويجيك براسه والله يتطاوله ويجي. قال له: افعل ما تريد، احنا المهم نريد واحد يبرز إلى هذا الشاب. فأمر أدنى أولاده الشجاعة، ما الحق وصل، وإلا هو لا شطنة مثل شفت الماكينة مالت الدبانة، وراح إلى جهنم. عند ذلك احترق قلب أبيه عليه. الحين حتى معاوية لو بيقول له لا تطرش إليه أحد ما يقبل، هو بيطرش إليه، يبعث إليه. فبعث الآخر الثاني كذلك، قتله الشاب. الثالث جد له الشاب، إلى أن جاء عليهم 7 كلهم. فخرج هذا اللعين بن شعثاء مستعدا له، وهو يقول: قتلت جميع أولادي وأحرقت قلبي، والله لأثكلن أباك وأمك. قال له: تقرب شوف. فحمل على ذلك الشاب، ودارت بينهما ضربات. هذا صار بينه وبينه يعني ضربات. وإذا بذلك الشاب أومى على ذلك البطل العظيم وفلقه نصفين، وعجل بروحه إلى النار، وألحقه بأولاده إلى جهنم، وبئس المصير. فازداد خوف أهل الشام، طلب من يبرز إليه فلم يبرز إليه أحد. وإذا بأمير المؤمنين عليه السلام يناديه: إلي إلي يا بني، لئلا تصيبك عيون الأعداء. قال: هذا واحد من أولاد أمير المؤمنين، لكن منه هذا ما نعرف. فلما رجع الشاب ووصل إلى أبيه أمير المؤمنين عليه السلام، أرخى اللثام عن وجهه، فنظروا إليه وإذا هو أبو الفضل العباس. صلوا على محمد. فمن أجل ذلك كانت العرب تهابه إذا سمعوا باسمه، ارتعدت فرائصهم ووجلت قلوبهم واقشعرت جلودهم، بس من ذكر علي أبي الفضل العباس. ناهيك
كما ذكر المؤرخون أن ابن زياد بعث إليه بخط أمان له ولأخوته الثلاثة من أم البنين. قال لعبد الله بن حزام، قال له ترى وياهم العباس، قام كتب إليه خط يعني كتاب، وبعث به على يد الشمر اللعين. وكان الشمر وصل باليوم 9 من شهر المحرم. أول راية سارت إلى حرب الحسين راية عمر بن سعد، وآخر راية الشمر اللعين. ولذلك تسمع هذا الشيخ الدمستاني رحمة الله عليه يقول فأظلتهم جنود كالجراد المنتشر مع شمر وابن سعد، يعني الأول والأخير، لعنهم الله من آخرهم إلى أولهم. فأظلتهم جنود كالجراد المنتشر مع شمر وابن سعد كل كذاب أشر. جاء بذلك الكتاب ووقف بإزاء خيم الحسين ونادى أين بنو أختنا؟ أين العباس وإخوته من أم البنين؟ كان العباس جالس بين يدي أخيه الحسين كالعبد الذليل بين يدي المولى الجليل، كان له كما كان أبوه أمير المؤمنين لرسول الله صلى الله عليه وآله. فقال مرتين ينادي، عباس ساكت، فقال له الحسين يا أخي أجب هذا اللعين، وإن كان فاسقا فإنه من بعض أخوالك. فقام مستعدا لمواجهته، خاف أن يفتك به فاستعد له، أخذ السيف والرمح وركب على فرسه حتى واجهها. ما الذي تريد؟ قال هذا خط أمان لك ولإخوتك الثلاثة من أم البنين، هذا من عند ابن زياد، ويقول لك اترك الحسين وكن معنا. يعني ما تقول سود الله وجهك ولعنك الله ولعن أمانك، أنا وإخوتي من أم البنين آمنون، والحسين ابن رسول الله لا أمان له، سود الله وجهك. فرجع خائبا. العباس رجع بعد إلى الخيمة، وإذا بزينب سلام الله عليها واقفة، سمعت له جايبين له خط أمان، يعني هي ما عندها شك فيه، لكن من شدة الخوف والفزع سلام الله عليها قالت له أخي يا ابن والدي أريد أن أحدثك بحديث. فقال حدثي أخي فقد حلا وقت الحديث. قالت اعلم أنه لما أراد أبونا أن يتزوج، وذكرت له يعني القصة، وإن أباك ادخرك لنصرتنا فلا تقصر عن نصرة أخيك الحسين. قال لها أخي زينب أفي مثل هذا الوقت تشجعيني؟ والله لأنعمنك عينا. وقد صدق أبو الفضل العباس ووفى بوعده ما قصر. وكفى في شجاعته أنه لما استأذن جاء يطلب الرخصة من عند أخيه الحسين في البراز، بكى الحسين حتى ابتلت لحيته من دموعه، وقال يا أخي أنت العلامة من عسكري ومجمع عددنا، فإذا أنت غدوت يؤول أمرنا إلى الشتات وعمارتنا تنبعث إلى الخراب.
أي جيش اللي عندك يا أبا عبد الله؟ ها؟ ومجمع عددنا عند عدد. قيل أن آخر من قتل من أنصار الحسين وأصحاب الحسين هو العباس، لكن الحسين يعتبر العباس في مقابلة هذا الجيش كله. ويكفي من شجاعته أيضا أنه لما أجازه الحسين للبراز قيد يديه ورجليه بإتيان الماء، قال له إذا مضيت أو غدوت للجهاد للبراز فاطلب لهؤلاء الأطفال قليلا من الماء. شوف، أجاز بس إلى الحرب، ولولا ذلك لأفنى العباس أهل الكوفة كلهم بشماله فضلا عن يمينه. لأنه قتل منهم 80 رجلا ممن يعد ب1000 أو 2000، كان يفنيهم. ولا عمري لولا ما هو مكتوب في اللوح بأن يستشهد العباس ينال الشهادة في ذلك اليوم وينكسر لفقده ظهر الحسين، مكتوب في اللوح، شاء الله ذلك. ومع ذلك يعني شجاعة أبي الفضل العباس حمل على القوم. أول كلمهم ما جو هجم عليهم: يا ابن سعد، هذا الحسين ابن رسول الله يقول لكم أنكم قتلتم أصحابه وإخوته وبني عمه، ولم يبق إلا في يعني قليل من نسائه وأطفاله وهم عطاشا قد أحرق الظما قلوبهم، فاسقوهم شربة من الماء، لأن أطفاله وعياله قد وصلوا إلى الهلاك من شدة العطش، وهو مع ذلك يقول لكم: دعوني أخرج إلى طرف الروم أو الهند وأخلي لكم الحجاز والعراق، والشرط لكم أني غدا في القيامة لا أخاصمكم عند الله. ما خلى لهم حجة بعد حتى يفعل الله بكم ما يريد. وإذا قد برز إليه شبث بن ربعي وشمر بن ذي الجوشن الضبابي وقال له: يا ابن أبي تراب، قل لأخيك الحسين لو أن كل وجه الأرض ماء وهو تحت أيدينا لما سقيناكم منه قطرة واحدة. وقال: يا قوم، أنتم كفرة أم مسلمون؟ يعني هذا الفرات، هذا الماء تشربه الكلاب والخنازير، مباح لكل أحد، وكل ذي نفس له حق في الماء. والحسين وأهل بيته وأطفاله يموتون عطش. أما تذكرون عطش القيامة؟ عرف المواعظ لا تفيد بمعشر، صموا عن النبأ العظيم كما عموا، فانصاع يخطب بالجماجم والكلام. ما يفيتهم الكلام باللسان بالسيف، لأنهم اعتدوا عليه أيضا. وقف إليه نحو من 500 نغل ملاعين، وأخذوا يرمونه بالسهام، فحمل عليهم أبو الفضل العباس، غاص في أوساطهم وخرج من أعراضهم، وقلب الميمنة على الميسرة والميسرة على الميمنة،
قتل منهم مقتلة عظيمة وهو يقول وينادي أنا ابن خواد الغمرات، أنا ابن منكس الرايات، أنا ابن كاشف الكربات عن وجه خير البريات. هذا وهو يطلب المشرع، يريد أن يصل إلى الشريعة، فوصل ودخل إلى الماء فهجموا عليه، فلما هجموا عليه برز إليهم وحمل عليهم وقتل منهم مقتلة عظيمة، ففروا منهزمين، فرجع إلى المشرعة. نزل إلى الماء وإذا بهم قد هجموا عليه إلى 6 مرات، 6 مرات. في المرة السادسة اندحروا ولم يعودوا. الحين المشرعة صارت بإيد أبو الفضل العباس، ما حد عنده. لكن هل شرب الماء؟ لا والله ما شرب. يخاطب نفسه في هذه الأبيات، يقول يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أن تكوني. هذا الحسين شارب المنون، وتشربين بارد المعين. هيهات ما هذا فعال دين. شوفوا المواساة. ولا فعال صادق اليقين، ولم يشرب من الماء ولا قطرة واحدة. ملأ القربة وشدها شدا وثيقا، وحملها على عاتقه، وركب على فرسه، وليس له همة إلا الوصول بهذه القربة سالمة ليشرب منها أخوه الحسين وأطفال الحسين وعائلة الحسين. وإذا بهم يتصايحون ويقولون والله إن وصل العباس بهذه القربة وشرب الحسين ماء أفناكم عن آخركم، لكن اقطعوا عليه الطريق. عظم الله لكم الأجر. فزحف الجيش أمام أبي الفاضل ليقطعوا عليه الطريق، فجعل يدافع عن نفسه لكي يصل إلى الخيام. عظم الله لكم الأجر. وبينما هو كذلك وإذا قد كمن له ملعون ضربه بالسيف على يمينه فقطعها. أيوا عباسا وسيدا. أخذ السيف بشماله وجعل يدافع عن نفسه بيده اليسرى، فكمن له ملعون آخر وضربه بالسيف على شماله فبراها. أيوا سيدا. وأقبلت عليه السهام كرش المطر، فسهم أصاب القربة فأريق ماؤها، وسهم أتاه في عينه اليمنى. فعند ذلك تحير أبو الفضل العباس، ليست له يدان حتى يرجع يملأ القربة ولا يقدر يدافع عن نفسه، وهذا السهم صار في عينه فلم يبصر. الدم جمد على الثانية وهذه مشوكة بالسهم. أراد أن يقتلع ذلك السهم، فرفع يده من الركاب ليتناول ذلك السهم بأصابع رجليه، فكمن له ملعون ضربه بعمود من حديد على راسه. وسيدا. ففلق هامته. أيوا مصيبته. فسقط من على فرسه إلى الأرض مناديا ادركني يا أخي. فلما سمع الحسين صوته انقض عليه كالصاق حتى وصل إليه، فرآه مفضوخ الرأس مقطوع اليدين، والسهم نابت في العين، والعلم إلى جانبه، والقربة من الجانب الآخر. نادى وأخاه
وعباسا. أخذ رأس أخيه العباس ووضعه في حجره، فلما أحس العباس ظن أن هذا رجل من الأعداء يريد حز رأسه، فقال: أقسمت عليك بالله العظيم إن كنت تريد حز رأسي فأمهلني حتى يأتي ابن والدي الحسين وأتودع منه ويتودع مني. فقال الحسين: يا حبيبي يا أبا الفضل، أنا أخوك الحسين. فلما علم أنه الحسين جر رأسه من حجر أخيه الحسين وعفره على التراب، ففعل معه الحسين مثل ذلك 3 مرات. فقال له: يا أخي ما لي كلما وضعت رأسك في حجري عفرته على التراب؟ قال: يا سيدي أنت الآن تأخذ رأسي وتضعه في حجرك، وبعد ساعة من الذي يضع رأسك في حجره؟ ثم أراد الحسين أن يحمله إلى الخيمة، فقال: بالله عليك دعني في هذا المكان. لماذا يا أبا الفضل؟ قال: إني وعدت سكينة وبقية الأطفال والحرم بإتيان الماء، فأستحي أن أرجع إليهم خاليا، دعني في هذا المكان. عزم يشيله للمخيم، قال: ما أروح، خلني على الشاطئ أعالج نزعة الروح، ما أقدر أرد للخيم واسمع زينب تنوح، وانظر دمع سكنه على الخدين ساجم. يا خويا حسين خليني بمكاني، يقول له: ليش يا زهرة زماني؟ يقول له: وعدت سكنة تراني بماي أستحي منها من أصدر. يقول له: خويا سكنة يست من الماي، تجي يمي ذليلة وتوشي بحداي. بينما الحسين يخاطب أخاه، وإذا قد شهق العباس شهقا وفاضت نفسه المقدسة: أيوة عباس. جعل الحسين يكلمه فلم يرد عليه الكلام، فنادى: الآن انكسر ظهري، الآن قلت حيلتي، الآن فلت شوكتي، الآن شمت بي عدوي. جاوبني يا ليث الغاب، جاوبني، جاوبني يا ليث الغاب، جاوبني. ساعدنا، ردوا. جاوبني يا ليث الغاب، جاوبني، جاوبني يا ليث الغاب، جاوبني. من غيرك يونس وحشة عيالي، يا سقاي من يرويهم أطفالي، قوض من تحت صيوان العالي، حاطفني زماني بيك وانشبني. جاوبني، حاطفني زماني ونشب مخلابه،
ظهري الضمير أثبت النشابة، راويني يا خويا الراس وصوابه، وسهم العين حدر الضلع صوبني. جاوبني يا طاد الميل كل طاد وشمالك، من حجري توخر راسك شمالك. قل لي بيا كتر يمناك وشمالك، طاح نحيف قوض سورنا المبني. هدم ركني وبيك شمتت أعدائي، هدم ركني وبيك شمتت عدواني، وقلت حيلتي والدهر وازاني. وافي وبالوفا ما شفت لك ثاني، ليه لا تصد بالعين تشعبني. جاوبني فتح عينه وقال له اغسل دماء عيني، دمع عينك ولا تسأل عن يديني. شيل السهم هل بعيني ماذيني، يا بن حيدر براضة ترى معذبني. جاوبني جاوبني يا ليث الغاب جاوب. اليوم نامت أعين بك لم تنام، وتسهدت أخرى فعز منامها. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بحق باب الحوائج بالفضل العباس اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، وشافي مرضانا ومرضى المؤمنين، وفرج عنا فرجا عاجلا قريبا كلمح بالبصر أو هو أقرب من ذلك يا رب العالمين. وعجل يا إلهي فرج صاحب الزمان، وارزقنا زيارة مولانا الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، وابن سيد الوصيين، وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاري والوتر الموتور. السلام عليك يا صريع الدمعة الساكبة، ويا صاحب المصيبة الراتبة. السلام عليك وعلى أخيك أبي الفضل العباس ساقي عطشائك وحاملي لوائك وعمود خيمتك. السلام عليك وعلى اختك أم المصائب زينب. السلام عليك وعلى ولديك العليين الشهيدين
وعلى ابن أخيك القاسم بن الحسن، وعلى ابن عمك وسفيرك مسلم بن عقيل. سيدي رزقنا الله في الدنيا زيارتكم، وفي الآخرة شفاعتكم، والثبات على ولايتكم. سيدي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا شمس الشموس وأنيس النفوس، أيها المدفون بأرض طوس. السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء وبعيد المدى، أيها السلطان يا علي بن موسى الرضا، أيها الراضي بالقدر والقضاء. السلام عليك وعلى أختك المعصومة. السلام عليك وعلى ملائكة الله الحافين حول حرمك المستغفرين لزوارك. سيدي رزقنا الله في الدنيا زيارتكم، وفي الآخرة شفاعتكم، والثبات على ولايتكم. سيدي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا حجة الله في أرضي. السلام عليك يا مولاي يا عين الله في خلقي. السلام عليك يا مولاي يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين. السلام عليك يا مولاي يا سفينة النجاة وعين الحياة. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان وشريك القرآن إمامي وإمام الإنس والجان. سيدي الأمان الأمان، الغوث الغوث، العجل العجل. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على محمد وآله الطاهرين، ورحم الله من قرأ الفاتحة وأهدى ثوابها إلى أرواح الشهداء والعلماء والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة مع الصلوات.